السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جبت لكم اون غوسات تاع مطلع بالسميد والفارينه، يجي خفيف وقطني. انا درتو الخطره هذه، جربته في الكوشه، خرج لي كيما راكم تشوفوا هايل. تقدروا نتوما طيبوه في الطاجين ولا ديروه في المقله. آه، جاي شهي ويبان شغل طيب في الكوشه تاع الحطب. نروحوا للاروسات. في ريسيبيو عندنا كاس ونص ماء، عندنا مغرف خميره، وعندنا مغرف سكر، تقدروا تعوضوها بمغرف حسل. نخلطوا المكونات مع بعض كما راكم تشاهدوا، ومن بعد نزيدوا لهم كاس سميد، ونبقاو نخلطوا حتى تولي لنا رغوه كما راكم تشوفوا، ويبيض لنا الخليط نتاعنا. ومن بعد هنا نضيفوا كاس فارينه، على حسب الفارينه تاعكم الا تشرب ولا لا. المهم ضيفوه حتى تتليم لكم شويه العجينه وتجي تتلاصق، ما لازمش ديروها يابسه. نبقاو نخلطو هكا، ومن بعد نضيفو لها 2 مغارف زيت زيتون، ونجمعوها ندلكوها شويه. وانا هنايا زدت لها الساندويتش، تقدروا تستغناو عليه، ماشي اوبليجي ديروه. تبقاو تعجنوها تغطوها في ساشي، تخلوها ساعة تخمر. مور ما تخمر ديروها قرصات، تخبزوهم وتخلوهم تاني يخمروا نص ساعة وتطيبوهم. لازم تكونوا شعلتوا ديجا الكوشة الافونس. فوالا هاي ليك النتيجة كيفاش جاو خفاف وجاو قطنيين، مام البنة تاعهم ما شاء الله. لا روسيت هذه ما كنتش نديرها مقبل، مي كي جربتها والله عجبتني، وشغل ما تعيش كيما اللي خدموها بيديكم. ان شاء الله تنال اعجابكم الوصفة، وان شاء الله تجربوها، واذا جربتوها اكتبوا لي تعليقاتكم، قولوا لي اسكن نجحت لكم ولا لا. نتلاقى في وصفة جديدة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.